السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل أحلى سبانخ. معايا كده حلة على النار، ونحط فيها قطعة من الزبدة وشوية من الزيت، وانزل عليهم ببصلاية متوسطة وهشوحهم. أول ما تشوحوا كده هنزل عليهم بعصير الطماطم، سهلة وبسيطة. بعد كده هنزل عليهم بملح وفلفل أسمر وربع معلقة صغيرة من السكر. عايزين تحطوا توابل براحتكم، اللي متابعني عارف ان انا ما بحطش توابل في الطبايخ. بعد كده هانزل بمعلقة من الصلصة، وهاسيبهم بقى يتسبكوا. أنا بقى مفرّزة السبانخ زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا خضرا وجميلة إزاي. هانزّل طريقتها على القناة. هانزل كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هانزل بمعلقة من الرز. عايزة تحطّي معلقة من الرز، عايزة تحطّي فريكة، عايزة تحطّي حمص، براحتك. بعد كده بقى أكون محضّرة معايا كزبرة خضرا، ومعلقة كبيرة من التوم، وقطعتين من الزبدة، وشوية من الزيت. هاحمّرهم كده مش هاحرقهم. بصوا الجمال، ريحتها قلبة البيت بجد يا جماعة. حاجة كده مسكرة، من غير بقى لحمة من غير فراخ أي حاجة. بس أنا كان عندي قطعتين من اللحمة، حطيتهم جنب منهم، كانوا بايتين عندي من قبلها بيوم. بصوا الجمال، تحفة مع شوية رز كده. يا سلام، حاجة مسكرة. شفتوا الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.